في الفيديو ده انا هخليك تعمل صوره زي الصوره دي كده بالذكاء الاصطناعي، واللي حرفيا ما بياخدش دقيقتين على بعض بيكون طلع لك صوره بالتفاصيل دي كلها. عايز اقول لك رغم انها مبكسله شويه ولكن ده طبيعي، يعني ما فيش حاجه في الدنيا تطلب منه تتخيل بمزاجك بقى انا عايز واحد واقف في الفضاء وماسك بقى سنايبر في ايده وبالوان مش عارف ايه وفي مكان ايه وكل التخيلات دي، وتطلب منه ان هو يطلع لك كل الحاجات دي في حوالي دقيقه ونص دقيقتين كده وتكون برضه بقى لك كواليتي. ما هو ده مستحيل، بس حرفيا النتائج اللي بيطلعها الذكاء الاصطناعي مؤخرا نتائج خرافيه، والفكره كلها في الوقت الخرافي اللي هو بيعمل فيه الصور دي. هركز في الفيديو بتاع النهارده على الجانب بتاع المصممين، الشغل بقى بتاع الجرافيك والحاجات دي. هل فعلا الذكاء الاصطناعي هيشكل خطر قريب على المصممين بقى، وان الناس اللي بتبقى محتاجه تصاميم بقى وتطلبها من المصممين هل هيتجهوا للذكاء الاصطناعي بدل المصممين، ولا لسه الذكاء الاصطناعي فاضل عليه شويتين ثلاثه كده عما يحصل القدره بتاعه المصمم؟ هنشوف كل الحاجات دي مع بعض النهارده، وهوريك امثله كتير بقى للحاجات اللي انا عملتها في حوالي نص ساعه بس على الذكاء الاصطناعي. عايز اقول لك ان دي من ضمن التصميمات اللي انا طلبتها منه، خليته يعمل لي تخيل كده لبوستر لكنتاكي. الفكره ان هو عارف يجيب تقريبا صوره مقاربه شويه لصوره الراجل بتاع كنتاكي، هي مش نفسها بالظبط ولكن نفس النضاره هو تقريبا نفس الشعر، وهنا هو كتب اسم مقارب شويه، هو مش نفس الاسم بالظبط ولكن هنعديها وشويه شغل تحت بقى وكده. هو بيكتب صراحه كتابات غريبه جدا، انا بقى طالب منه يكتب اسم معين والاقيه كاتب حروف مشتقه من الاسم، مش عارف الحوار ده بصراحه ولكن ماشي ممكن نعدي الحوار ده. ولكن عايز اقول لك صوره زي دي لو مصمم عادي يحاول ان هو يعملها، بعيدا بقى ان هو يعرف يظبط الكتابات عن كده، هيقعد فيها حوالي ساعتين، ممكن اقل سنه ولكن يعني بيتهيالي اقصى حاجه ساعتين. هنا الذكاء الاصطناعي عمل لي الصوره دي اي نعم مش اعلى كواليتي يعني، ولكن عملها في دقيقه ونص بس، مده خرافيه بصراحه على كل الحاجات دي. كمان انا مجرد ما كتبت له كنتاكي وعارف هنا يجيب الالوان بتاعتهم، هم في اغلبيه بوستراتهم اللي بينزلوها بيستخدموا اللون الابيض والاحمر والاسود، وهو تقريبا ما عملش الديزاين ده الا بنفس الالوان بالظبط. المهم بقى اول حاجه نعملها علشان نعرف ننزل البرنامج اللي يخلينا نعمل كل الشغل الجامد ده، البرنامج ده هو ديسكورد. البرنامج ده بيبقى عليه سيرفرات كتير قوي، من ضمن السيرفرات دي سيرفر اسمه ميد جيرني، والسيرفر ده بيعتمد فيه شغله على الذكاء الاصطناعي، وبالتالي احنا هنقوم ضاغطين على داونلود من هنا. بعد ما تنزله بقى وتعمل عليه الاكونت بتاعك هتفتح تاب جديده وتكتب فيها ميد جيرني وتقوم ضاغط على ساين ان. اصلا بمجرد ان انا كتبت ميد جيرني جاب لي بقى كميه صور بالذكاء الاصطناعي، احنا نضغط على ساين ان وتقول له جوين ذا بيتا، هيفتح لك ساعتها الديسكورد بتاعك وهيدخلك على طول على الصفحه دي كده. طبعا شويه كلام بالصيني مالناش دعوه بيه، كل اللي احنا نحتاجه ان احنا نخش في سيرفر من السيرفرات دي، اي سيرفر بنفس الاسم ده كده ايا كان الرقم اللي على يمينه بقى، كلها سيرفرات بتادي نفس النتيجه بالظبط. فدلوقتي انا عايز اطلب منه ان هو يعمل لي لوجو للقناه بتاعتي، فاول حاجه نعملها بنقوم رايحين عند خانه المسج هنا ونعمل سلاش من الكيبورد وتختار ايماجن وتكتب هنا بقى في الحته الفاضيه دي اي حاجه انت عايز تتخيلها يعني وتحطها. فانا هنا مثلا اقول له انا عايز لوجو للقناه بتاعتي على يوتيوب، دي اول فكره. بعدها اقوم كاتب فاصله واعمل مسافه، بعدها اقول له ان انا عايز اعمل اللوجو ده لقناه بتقدم محتوى تكنولوجيا وهاردوير، علشان يقدر ان هو يقرب الفكره قوي في اللوجو. كده انا خلاص خلصت الافكار اللي عندي، هاخد مسافه شرطتين في بعدها مسافه 4 ده كده علشان يشتغل على الفيرجن الرابعه او النسخه الرابعه للبرنامج ده، ونقوم ضاغطين انتر. هيبدا يظهر لك رساله هنا ان هو ابتدى يشتغل في الحاجه اللي انا طلبتها منه. من ضمن الرسائل اللي ممكن تظهر لك هي الرساله دي كده، وده معناه ان انت لسه ما عملتش جوين للسيرفر ده، فتقوم ضاغط هنا كده وبعدها على طول هيظهر لك الرسالتين دول كده، معناه ان انت خلاص تقدر ان انت تشتغل على الموقع ده او على السيرفر ده يعني. طيب هي دي النتيجه اللي السيرفر طلعها لي، الصراحه نتيجه بعيده تماما عن اللي انا طلبته منه، يعني يمكن تكون اقرب صوره ليهم هي الصوره دي، ولكن الصراحه برضو بعيده قوي. حتى الاسم اللي انا كتبته له مطلع اسم مختلف خالص. هعملها تاني ولكن هطلب منه لون معين وهو لون الازرق، بحيث ان هو ما يطلعليش الالوان الغريبه دي تاني، وهحاول اوضح كلامي شويه معاه لان لازم تدقق قوي معاه في التفاصيل عشان يقدر ان هو يعمل لك ادق حاجه يعني. فهقوم اعمل مسج تاني سلاش ايماجن، وهي دي اول فكره. مش هقول له اسم القناه في اول فكره خالص، انا هقول له ان انا عايز لوجو القناه على يوتيوب من غير ما اكتب اسم القناه. هقول له بقى في الفكره اللي بعدها اسم القناه، هقول له بعدها بقى ان انا عايز اللون الازرق في اللوجو بتاعي عشان ما يجيبليش بقى الالوان الغريبه اللي كان بيجيبها في الاول دي. هقول له بقى ان انا عايز اللوجو ده يعبر عن التكنولوجيا، بعدها فاصله ومسافه يكون 8K عشان يطلع لي يعني اعلى كواليتي عنده. دلوقتي انا خلاص خلصت الافكار اللي عندي، هاخد مسافه شرطتين في مسافه 4 ونضغط انتر. هي دي النتيجه اللي السيرفر طلعها لي، الصراحه نتيجه احسن بكتير جدا من النتيجه اللي قبل دي. النتيجه معبره فعلا نوعا ما عن التكنولوجيا، يعني مثلا دي معبره شويه ودي كمان يكون بقى ان هو حط لي الاسم بتاع القناه نفسها جوه شكل السي بي يو. دول الصراحه غير معبرين اطلاقا، لكن هو كده كده بيطلع لك 4 نتائج تختار منها اللي انت عايزه. برده مش عارف هو ليه مصمم ان هو يكتب اسم غير اللي انا كاتبه، يعني انا كتبت له اسم هو برده بيخترع من عنده. انا هختار تاني واحده، فهنا مثلا عايز انزل تاني واحده فاقوم ضاغط على يوتيوب اللي هي اختصار الترا 2 يعني عشان يطلع لي اعلى كواليتي من الصوره رقم 2. تمام، بعدها بشويه كده ظهر لي الرساله دي وهو خلاص كده عمل اب سكيل للصوره وعلى الكواليتي بتاعتها وجاب اعلى تفاصيل فيها. عشان تنزلها بقى يا اما تعمل كليك يمين وتختار سيف ايمج، واللي هنا ما بتشتغلش معايا الصراحه، فانا بقوم ضاغط على الصوره نفسها واختار اوبن اوريجينال، فبيفتحها لي هنا في البراوزر بتاعي، بتكون باعلى كواليتي فيها. هتعمل ساعتها كليك يمين وتختار سيف ايمج از. هنعدي له حوار ان هو عمل حرف زياده ده مفيش مشكله يعني. طيب دلوقتي بقى نخش الحاجه يعني اغلبيه الناس بيطلبوها من المصممين، وهي انه يعمل بوستر لمطعم مثلا. هنفترض انه مطعم، يعني ممكن تبقى الشركه، ممكن
ممكن تبقى لاي حاجه، ولكن هنخليها مطعم وخلاص. هنعمل بقى سلاش ايميجن تاني، بقول له هنا انا عايز بوستر لمطعم. ما تكتبش بقى لا اسم المطعم ولا محتوى المطعم، انت بس قول له انا عايز بوستر لمطعم. نفس الكلام برده لو عايز منه اللوجو قول له انا عايز لوجو القناه على يوتيوب، ولا تكتب الاسم ولا اي حاجه. حاول ان انت تفصص الموضوع كده على اكتر من فكره بحيث ان هو يفهم الموضوع. لاحظ ان هو ذكاؤه على قده شويه، مش زي المصمم مثلا تقول له انا عايز مثلا بوستر لمطعم بيتكلم عن كذا كذا ومش عارف ايه، كله فكره واحده يعني. هنا بقى انت هتبسط له الموضوع كده وتجزئه له يعني. انا عايز بوستر لمطعم، المطعم ده اسمه كذا مش عارف ايه، علشان ما ياخدش الموضوع على قلبه كده ويقول لك بقى يا عم خد اي نتيجه كده وما يعبركش خالص. زي ما شفنا كده في اول فكره لما طلبت منه اللوجو وكتبت له كل اللي انا عايزه على فكرتين وطلع لي نتيجه غير مرضيه، وما بين بقى لما كتبت له الموضوع بقى على اكتر من فكره قدر ان هو يطلع لي نتيجه مقنعه شويه. واعتقد ان لو انا كنت بسطت له الموضوع اكتر من كده كان هيطلع لي نتيجه احسن. هنا انا قلت له عايز بوستر لمطعم، هحدد هنا بقى الوجبات المعينه اللي المطعم ده بيعملها. بعدها هقول له ان انا عايز التصميم ده 8K. هو مش هطلعها 8K خالص، ولكن كلمه 8K دي بتوضح له ان انت عايز كواليتي عاليه، فبيجيب لك يعني كواليتي كويسه. هناخد بقى فاصله ومسافه ونكتب الفكره اللي بعدها. هقول له هنا ان انا عايز الوان مشبعه، بحيث بقى ان هو يجيب لي الوان جذابه للعين كده بس، ودي نقطه مهمه عشان يبقى التصميم مريح للعين. اخر فكرتين بقى انا عايزه يعملها لي هاي فوكس عشان يبقى مركز قوي على التفاصيل بتاعه البوستر نفسه. وده بقى كتبت له اسم المطعم في الاخر يكون KFC. ده تخيل من عندي يعني، كده كده انا عارف في الاخر ان هو يجيب لي اسم غريب اصلا يعني. وهي دي النتيجه اللي طلعها لي. الصراحه النتيجه مش بطاله، ولكن خلينا نتكلم بالعقل بقى. انت هنا كواحد عايز تصميم المطعم بتاعك ايا كان اسم المطعم يعني، انت هنا هتبقى بتركز اكتر على الوجبه او الحاجه اللي بيقدمها المطعم، مش على الكتابه خالص. التصميم من بعيد شكله حلو ولكن مش معبر قوي يعني. انا مش شايف الصراحه اي تعبير في اي تصميم من الاربعه دول عن الفرايد تشيكن اللي انا كاتبها له. انا حاسس ان هو مركز قوي على الكتابه. هو عامل تصميم من بره يبان كويس، ولكن كمضمون الصراحه هو فين التصميم؟ حتى الاسم مش نفس الاسم خالص. مش عارف بقى الصراحه هو ليه عمل كده، رغم انه في التصميم ده او بقى تصميم زي ده كده او ده ركز قوي على التفاصيل الصراحه بتاعت الاكل. فبصراحه كده انا هكتب تاني الفكره وهحاول اوصفها له برده على قد ما اقدر. عايز اقول لك الذكاء الاصطناعي مش هيطلع لك احسن نتيجه من اول مره، فاحنا نوصفها له تاني. طيب هو ده المفروض اللي انا طلبته. هموت واعرف هو ايه اللي هو بيعمله ده بصراحه. بص انا لغايه دلوقتي شايف الذكاء الاصطناعي ده يعني ما هوش الحاجه اللي تعوض المصممين اطلاقا، مجرد افكار بس. يعني انت لو مصمم مثلا ومش لاقي فكره للحاجه اللي انت عايز تصممها، انت ممكن تكتب كل اللي انت عايز تتخيله، السيرفر هنا هيطلع لك افكار بس. لكن حرفيا الحاجات دي ما ينفعش اصلا انها تستعمل يعني. ما ينفعش تبقى انت مثلا فاتح مطعم وتبقى هي دي التصميم بتاعتك. ممكن تاخد الفكره بس بتاعت التصميم، لكن حرفيا انا مش شايف اي تركيز خالص على اللي انا كتبته. هي كفكره بس كويسه، لكن الصراحه ما ينفعش يعتمد عليه لغايه دلوقتي في ناحيه التصميم بقى والجرافيك وكده. هنا واحد طلب زياش في صوره انمي والنتيجه معقوله الصراحه. اخر حاجه بقى هطلبها من السيرفر ده وهو انه يتخيل المسجد الاقصى. هنشوف فعلا هيعرف يجيب تفاصيل المسجد بقى وكده ولا لا. فهنعمل هنا سلاش ايماجن، وده بالظبط اللي انا كتبته. عايز المسجد الاقصى بالوان مشبعه ويكون عامل فوكس على الجامع بقى علشان يبان بشكل كويس يعني. وممكن نعمل حاجه كمان وهو يخليها 8K، يخليها 16K ان شاء الله. معانا حد حوش، انت هنا تتخيل عادي. وشرطتين V4 ونشوف هيعمل ايه. هنا بدا يحمل اهو. بصراحه النتيجه شكلها مبشر بالخير. هنا 93% بدات التفاصيل تزيد. الصراحه شكلها جامد قوي كانها متصور بكاميرا. هنا هو خلص صراحه النتيجه مبهره. عايز اقول لك ده مش متصور بكاميرا، وهي دي الفكره بقى. هو هنا دي شبه كرتونيه بس مش متصوره خالص بكاميرا. اللي عايز اوريه لك بقى هنا ان الصور دي مش حقيقيه، صور كلها من تخيل الذكاء الاصطناعي. خليني انزل مثلا الصوره رقم 3 دي، شكلها جامد قوي. الذكاء الاصطناعي الصراحه شاطر جدا في انه يتخيل لك اي صوره يكون فيها اي تخيلات بقى، لكن ما تطلبش منه بقى حاجه جرافيك الصراحه، لانه هنا هيبدا ان هو يهبط خالص. هيديك افكار كويسه لكن التنفيذ بتاعها بيبقى سيء، ودي هتفيد المصممين الصراحه انه ياخد الفكره. المصمم هو شطارته بقى يعرف يقلد الفكره اللي هو خدها من السيرفر هنا ولا لا. اي حاجه فيها تخيلات علميه زي الحاجات دي كده هتبقى كويسه الصراحه. عم يخلص تحميل خلينا نتخيل اخر حاجه بقى، وهي ان هو يعمل لنا تيشيرت. وهي دي النتيجه بعد ما علّى الكواليتي بتاعه الصوره. هنا زي ما انت شايف الكواليتي بتاعه الصوره يعني حاجه زي رسم، بحسها مرسومه مش متصوره خالص، لان التفاصيل هنا البرنامج هو اللي متخيل التفاصيل مش مصورها خالص اهو. زي ما انت شايف هي اصلا شبه مرسومه كده او كرتون. هطلب هنا بقى انه يعمل لي تصميم لنادي رياضي وليكن مثلا منتخب مصر. هو هنا تخيل شكل علم مصر شويه ومش احسن حاجه يعني، ولكن معقول برضه. وهنا بيديك الفكره وانت ممكن تنفذها بطريقه احسن من كده كمصمم يعني. كفايه قوي كده بقى، انا هكتفي بكل اللي انا عملته هنا. عايز اقول لك ان البرنامج ده مش مجاني قوي يعني، انت اخرك بس 20 صوره. بعد ال 20 صوره دول هيقول لك ان انت خلاص كده خلصت المده التجريبيه بتاعتك، ولازم تعمل اكونت جديد على ديسكورد وتخش بيه على سيرفر ميدجرني علشان تقدر ان انت تعمل فتره تجريبيه جديده على اكونت جديد. وبس كده، ده كانت كل حاجه عن الفيديو بتاع النهارده. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفك في الفيديو الجاي. مع السلامه.